السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا معلش اعذروني ان انا ما عملتش فيديوهات خالص، يعني غصب عني. انا عارفة ان ليا كام يوم فترة ما عملتش فيها فيديوهات، بس والله يعني غصب عني ان انا ما عنديش باقة نت. انا يدوب بشحن الكارت ب10 واعمل منه الفيديو كمان، يعني مش بطول في الفيديو زي ما انتوا شايفين، اخره دقيقتين او 4 دقايق بالكتير. يعني انا كنت بعمل الفطور النهاردة، فقلت اطلع احكي معاكم شوية وافضفض معاكم واطلع من اللي انا فيه. معلش انا لو كنت يعني في الفيديوهات اللي فاتت ان انا يعني عملت لحد طاقة سلبية، ولا يعني كنت بتكلم بس يعني غصب عني ان انا كنت بشكي وبتكلم، يعني كنت محتاجة افضفض مع حد او اتكلم مع حد معرفوش، علشان انا ماليش حد اصلا اتكلم معاه من بعد امي وابويا ما توفوا، وانا ماليش حد اتكلم معاه. ولو اتكلمت مع حد يعني هيعمل لي ممكن يظن في باله ان انا بتكلم معاه علشان عايزة منه حاجة، وانا مش عايزة حاجة من حد. انا مش من طبعي يا جماعة حتى الكلام، يعني انا من طبعي سكوتة وكتومة، بس في لحظة بتعدي عليا كده بكون يعني هنفير لو ما اتكلمتش مع حد. ف يعني اعتبروا ان انا بفضفض معاكم وعايزة اتكلم معاكم في شيء، يعني عايزة اتكلم معاكم واقول لكم، يعني ما اضحكش عليكم، ان انا يعني ما اتولدتش وظروفي صعبة. انا كنت عايشة عيشة كويسة لما كانوا امي وابويا عايشين. كنت عايشة عيشة حلوة، لكن بعد موتهم الكل اتخلى عني، الكل اتخلى عني، مش عارفة ليه. انا ما بطلبش حاجة من حد، انا ما بقولش لحد اديني جنيه. الناس بقت وحشة خالص بمجرد ما الاهل بيموتوا. الناس اللي ممكن كانوا نشوفوهم عندنا كل يوم في البيت، بعد ما الاهل بتموت ما بنشوفوهمش، ما بيظهروش. وانا مش عارفة ليه، ظنا انهم يعني ممكن يفتكروا ان انا هطلب منهم حاجة. لا والله، انا بكون عايزة الناس تسأل عليا بس. انا حتى اقرب الاقربين، اقرب ناس ليا اتخلت عني. انا ماليش غير ربنا وعيالي بس، الكل اتخلى عني. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوقف معايا، علشان انا عمري في حياتي ما كنت ليا مصلحة مع حد، ولا عمري في حياتي حد اذاني حتى بالدعاء. ما بأذيهوش حتى بالدعاء، ما بدعيش عليه. حتى الحزب انا ما بتحزبنش في حد، انا ما اذيتش حد. فعشان في ربنا كبير انه هيوقف معايا. وانا خلصت الفيديو. يا رب يا رب تكونوا سامعيني، واشوفكم على خير.